وفي طريقنا للوجهة ديالنا اللي هي جنان السبيل كنتصادفوا أيضا بواحد الجردة اللي هي جردة العلويين. يعني الأبواب ديالها حاليا مسدودة بسبب أنه كيتم التهيئة ديالها باش تكون في واحد الحلة زوينة، وغالبا يعني في الأيام الجاية إن شاء الله غادي تفتح الأبواب ديالها لأن ما بقاو والو باش يساليو. وكاينة في الطريق ديالنا لهاد المتنزه ديال جنان السبيل. قبل من هاد الجردة هادي اللي هي جردة العلويين كاين مركز تجاري كبير بلا ما نذكروا الاسم ديالو، ومن بعد كنزيدو شوية كنلقاو متنزه جنان السبيل. الاخوان السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى انكم تكملوا الفيديو من الاول حتى الاخير باش تشوفوا الجماليه ديال هذه البلاصه اللي راني فيها انا دابا حاليا. واحد المدينه ما طيحلكمش على البال، مدينه فاس، متنزه ديال جنان السبيل وما ادراك ما جنان السبيل. كنسمعوا به ولكن ما كنجيوش باش نشوفوا شنو كاين لداخل، خصوصا بعد ما تم الترميم ديالو ورجع بواحد الحله زوينه بزاف. وقبل ما نبداو الفيديو ديالنا ان شاء الله نبغيكم تدخلوا دابا للقناه وديروا لايك اولا جيمو ابوني باش هكا نكبروا القناه، ودعموني باش ان شاء الله نبقى نحط لكم فيديوهات بزاف. يلا اش كتسنى؟ يلا دير ابوني اولا سبسكرايب باش هكا نبداو ان شاء الله الفيديو ديالنا. وانا كنوعدكم غتصدموا من المعلومات اللي غنعطيكم على هذا المنتزه، فيه بزاف ديال المعلومات وبزاف ديال الاسرار. يلا خليكم معنا على القرص باش نكملوا الفيديو. بالنسبه لي يلاه دخل جديد وكيتسائل على محتوى اولا الكونسيبت ديال القناه، فهو بطبيعه الحال راه باينه من خلال العنوان ترافل ويز ايوب، يعني كل ما يتعلق بالسفر والرحلات والتخييم واكتشاف ومغامرات. هادشي كامل غنشوفوا ان شاء الله في القناه. ما عليكم الا تدعمونا كما قلت في اول الفيديو، دعمونا بلايك وسبسكرايب وديروا التعليق ديالكم الزوينه، وحتى الا ما كانتش زوينه والانتقادات ديالكم ايضا، يعني الا كانوا شي انتقادات بناءه مرحبا بها فكنقبل كل شيء.
اذا على بركه الله غندوزو ان شاء الله المرحله ديال الاكتشاف هذا المتنزه الجميل جدا. كما قلت لكم هذه البلاصه او هذا المتنزه كاين في مدينه فاس، وبالضبط كاين ما بين فاس البالي وفاس الجديد، والمسافه ديال هذه البلاصه او هذا المتنزه هي 8 ديال الهكتارات، وراه كبير تبارك الله ما في الكفايه، وفيه ما يقارب 1000 نوع من النباتات والاشجار. وهذا المتنزه تم تشييده من طرف السلطان العلوي مولاي عبد الله سنه او في القرن الثامن عشر، يعني في 1727 حتى 1757. بالاضافه الى ذلك تم الترميم ديالو العهد ديال الحمايه، ولا بهذا الشكل اللي كتشوفوا تبارك الله زوين بزاف. واحد الملاحظه اللي رديت لها البال بزاف هي انه السياح اللي كيجيو لهنايا ماشي غير مغاربه فقط، وانما حتى الاجانب وبكثره، يعني كاينين بزاف هنايا تقريبا 300 شخص كيزور هذه البلاصه هذه في النهار واكثر. انا عطيتكم غير واحد الرقم تقريبي باش انكم تشوفوا يعني ما مدى اهميه هذه البلاصه هذه للناس سواء مغاربه او الاجانب. انا غادي نحاول نديكم معايا في واحد الجوله صغيره باش تعرفوني اش كنهضر بالضبط. هانتوما كما كتشوفوا هذا هو المتنزه ديالنا، دوره خفيفه هكا باش يبان لكم شنو كاين، وهذا راه فقط واحد الجزء منه مازال، يعني فيه طرقان بزاف. الناس اللي ما عمرهم ما جاوا لهذا المتنزه راه خصكم ضروري تجيو، حيت فيه بزاف ديال الطرقان وكل شيء تبارك الله، فيه الطبيعه وفيه واحد البركه ديال الماء هنايا وبعض الطيور. غنوريكم هادشي كامل في الفيديو ان شاء الله. هنايا حنا جلسنا باش نرتاحوا شويه من الصباح وحنا ندوروا هنايا، كنحاول نلتقط ناخذ لكم الصور باش تشوفوا شنو كاين. وحنا جلسنا من تحت الشجره تبارك الله، ها انتم كتشوفوا جميله جدا وراه كبيره، كتبان لكم الخوت انتم كبيره بزاف. يعني كما قلت لكم قبيله انه فيها بزاف ديال الانواع ديال الاشجار وبزاف ديال الانواع ديال النباتات اللي متواجده هنايا.